السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض أسعار العملات المصرية القديمة. بس قبل ما نتكلم عن عملة النهاردة عايز أقول حاجة للجميع. يا جماعة في عملات بتجيب فلوس وعملات ما بتجيبش فلوس. العملتين دول أكتر العملات اللي بتتبعت لي. الخمس قروش 1967 زي ما حضراتكم شايفين دي مش مطلوبة خالص. 5 قروش وال10 قروش 1967 مش مطلوبين خالص، ما بيجيبوش اي سعر. لو عندك كمية بيتباعوا بالكيلو، تقريبا الكيلو ب 200 جنيه، لكن دول ما بيجيبوش فلوس. ال5 قروش وال10 قروش 1967 وال10 قروش وال5 قروش 1972 برضو ما بيجيبوش فلوس. عشان يبقى كلام واضح، ال10 قروش وال5 قروش 1972 ما بيجيبوش سعر. لو في كمية منهم بيتباعوا بالكيلو، كيلو ب 200 جنيه. نفس الموضوع، عشان الناس بتزعل لما بقول لها ان ده ما بيجيبش فلوس. عملة النهاردة عملة نادرة جدا. في منها نوعين، في منها النحاس الاصفر وفي منها الالمونيا البيضاء زي ما حضراتكم شايفين. العملة المطلوبة هي الالمونيا البيضاء اللي هي دي. العملة النحاس الاصفر منها مش مطلوبة، وهي عملة 10 قروش 1960. 10 قروش 1960 الجمهورية العربية المتحدة، وتلاقي مكتوب تحتها مصر، يعني تحت الجمهورية العربية المتحدة مكتوب تحتها مصر. عملة زي ما حضراتكم شايفين كده، ألمونيوم أبيض مش نحاس أصفر. النحاس الأصفر متوفر ومش مطلوب وما بيجيبش سعر. النحاس الأصفر وبكرر مش بيجيب سعر. اللي بيجيب سعر هي اللي حضراتكم شايفينها، ال10 قروش إصدار 1960 بتحمل وجه النسر وفي نجمتين، نجمة لمصر ونجمة لسوريا، والوجه الآخر الجمهورية العربية المتحدة وتحتها كلمة مصر. 10 قروش دي بتعمل من 3000 ل 5000 جنيه، بتعمل من 3 ل 5000 جنيه. العملة اللي أنا بقول لحضراتكم عليها دي اللي هي عملة ال10 قروش 1960. لكن عملات 72 1972 الإصدار و1967 ما بيجيبوش فلوس. العملة دي بتعمل من 3 ل 5000 اللي هي عملة إيه بقى؟ 10 قروش 1960 ونادرة جدا اللي هي الألمونيوم دي. بس مش يعني موجودة، مش معدومة، لا موجودة بس قليلة. اللي موجود منها النحاس الأصفر ومتواجد بوفرة كبيرة جدا في الأسواق. فتش في دولابك، دور في جيوبك، اسأل والدك ووالدتك وجدتك. تابعوني على التيك توك محمد حكيم، على اليوتيوب محمد حكيم بورسعيد، اسم القناة بتاعتنا محمد حكيم بورسعيد. تابع معانا كل جديد، واشكركم واشوفكم على خير. السلام عليكم.